بنتي خط احمر. دعيتوا عليا كتير وكتبتوا تعليقات سلبيه كتير، وكنت بكتفي ان الدعاء او التعليق اللي بيبقى خارج الحدود قوي كنت باخده سكرين وبنزله الناس المحترمه ترد. اما انتي تجيبي سيره بنتي ده انا هطلع هقل منك ومن اي حد يتشدد لك. تمام. امبارح يا بنات انا كنت عامله لايف طالعه فيه انا وبنتي. بنتي قبل ما ابدا الفيديو، بنتي ما فيهاش عيب ان انا اخبيها، حبيبه قلبي. بنتي ما فيهاش، انا بنتي قمر اللهم بارك، احلى بنت في العالم في نظري، ادب واخلاق وجمال وقلب ابيض، طيبه. عارفه انت الناس اللي لسه طيبه؟ انا بنتي الناس اللي لسه طيبه بره وجوه، ملامحها طيبه وشكلها انا بنتي ملكه جمال العالم في نظري. هتجيبي سيرتها في كومنت او تبعتي لي رساله زي اللي انت بعتيها، ده انا هطلع اقل منك قدام الناس كلها. والناس المحترمه اللي بتحب ساره هتقل منك معايا في الفيديو ده عشان تحرمي تجرحي الناس بالشكل ده. دخلت واحده، انا بنتي طالعه ايه البرديس دي قلبي دي بالنسبه لك ايه؟ ايه حياتي كلها. انت كنت تتمني ايه؟ ان ايدك دي ما تبقاش موجوده ولا تبقى موجوده؟ دي انت ربنا خلقك ايه؟ بيتك مميزه. انت ايدك دي ايه؟ مميزه. ولو تمنينا اي حاجه في الدنيا هنتمنى الايد الحلوه دي، عشان انت ايه؟ انت ايه؟ انت اموره. مالك مش بتتكلمي ليه؟ ايه؟ هي واحده مريضه بلا اخلاق، غيرانه منك عشان انت احلى بنت في الدنيا، ما عندهاش واحده زيك، فبالتالي لازم تكتب كده. عارفه ان انت هتقري التعليقات وهتقري الرسايل، فلازم تتكلم كلمتين من حرقتها، عارفه، عشان هي ما عندهاش بنوته قمر زيك. لكن انت قمر بره وجوه، شخصيه جميله من كل حته. انت مش مميزه؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ ربنا مدينا كل حاجه حلوه، انا اعترض على حاجه زي دي؟ انا ما بحبش حد يتريق على ايدي. لما هي يبقى عندها عيب احنا نتريق عليها، هتزعل ولا لا؟ هي ما تفهمش كده، ما شافتش تربيه، هي ما شافتش تربيه وما حطتش في بالها ان انت ممكن تقري الكومنت والرساله بتاعتك. ما عندهمش حق. بس يا سفيان، هي ما عندهاش ذوق. يا رب تعرف تجيب بنت في جمالها وفي رقه بنتي وفي حلاوه بنتي. انا بنتي مميزه من ربنا ومن الدوله. انا هقول لك اللي هيقهرك، اللي هيخليكي تخافي تتفرجي عليا انا وبنتي تاني، والناس المحترمه كلها هتبقى معايا في الفيديو ده. تمام. بصوا يا بنات، انا امبارح طالعه لايف طالعه فيه انا وبرديس بنتي، فدخلت واحده بتقول لي يا بخيله بيعي ذهبك ده وروحي عالجي بنتك بدل ما انت مطلعه لنا بالشكل ايه المشمئز ده. والله ما حد مش مؤذ الا غيرك، والله ما حد تقيل علينا واتقل خلق الله ومكروه من الدنيا. انت تلاقيكي مكروهه من جوزك ومن عيالك ومن عيلتك، انت مريضه نفسيا، انت مكروهه من كل الناس اللي حواليكي، فبتطلعي عقدتك ونقصك في بنتي، بتطلعي النقص اللي عندك في بنتي. ردي للناس المحترمه اللي بيتابعوا ساره وعشان ما حدش يجيب السيره دي تاني عشان بتضايق برديس. وانا بنتي ما فيهاش عيب ان انا اخفيها من السوشيال ميديا او اخفيها من الكاميرا، لا، عشان الناس المحترمه وما حدش يكتب تعليق يضايق برديس تاني. احنا رحنا لدكاتره جوه مصر وسالنا دكاتره بره مصر عن طريق الانترنت، وكان كل الناس رايها ان برديس بعد ما تكمل سن 21 سنه هنعمل عمليه تجميل اطراف صناعيه، هنركب 3 صوابع هنا اطراف صناعيه، لان الاطراف الصناعيه اللي في العظام بتتركب ما بتكبرش، هي اطراف صناعيه ثابته. فلو عملناها دلوقتي في سن برديس دلوقتي كل جسمها هيكبر، كف ايدها هيكبر، الصباع ده هيكبر، الصباع ده هيكبر، كف ايدها دي هتكبر. تمام. وال3 صوابع اللي احنا عملنا لهم اطراف صناعيه هيفضلوا محلك سر. وانا بنت 12 سنه، يعني لسه فاضل لها على السن القانوني او سن وقف نمو الجسم 9 سنين، الا لو انا هعرض بنتي عمليات كل سنه وتتخدر عشان اعمل لها اطراف صناعيه جديده. مش فلوس العمليه ولا تكليف العمليه، خوفا على بنتي ان انا اعرض بنتي لتخدير كل سنه وعمليه من ساعتين لساعتين ونص عشان اعمل لها اطراف صناعيه كل سنه عشان اغير حجم الاصابع، لان هي كف ايدها بيكبر واصابع ايديها بتكبر. ده لود على بنتي.
ده اللي بتولد قيصري بيقولوا لها تولدي 3 مرات وما تخلفيش اكتر من 3 مرات، وكل 3 سنين تخلفي عيل عشان جسمك ينسى ان هو اتعرض للتخدير، او التخدير يطلع من تاثير التخدير يطلع من جسمك. فانا هروح اعرض طفله كل سنه لتخدير عمليه من 2 ل3 ساعات ونص؟ لا لا. ده ردي للناس اللي بتسالني انت ليه مش مهتميه يا ساره. لا انا مهتميه. مفيش في حياتنا اغلى من الضنا، لا ذهب ولا شقق ولا عربيات ولا غيره. خلصنا من البند ده، وردي ده للناس المحترمه اللي مهتميه بوضعي وبوضع برديس، لاخواتي المحترمين. نيجي بقى لعديمه الذوق والادب وعديمه التربيه اللي مكروهه من عيلتها ومن كل الناس اللي حواليها. راضي عليكي. بنتي مدعومه بشقه من الدوله. بنتي تروح تختار احسن عربيه واحسن موديل وتاخدها بسعر مدعم من الدوله. بنتي ليها راتب شهري من الدوله. بنتي ليها امتيازات في التعليم من الدوله. تمام. بنتي زي ما قلت لك برضو ليها شقه وعربيه وراتب شهري وامتيازات في التعليم. ده غير ان هي بعد ما تتخرج من الجامعه ليها وظيفه اساسيه مرموقه في الدوله. انتي واهلك لو وقفتوا على ايديكم ورجليكم كده عشان تاخدوا الامتيازات دي من الدوله مش هتعرفوا تاخديها. انا على فكره بحب ايدي في كل حالاتها، ليه اعمل عمليه؟ انتي قمر، انتي احلى بنت في الدنيا. هي تعرف تجيب ربعك؟ مش عارفه. هي تعرف تجيب ربعك. فتخيلي بقى بنتي تبقى من وهي صغيره كده مليونيره صغيره، وانتي قاعده محلك سر كده، قاعده ماسكه خلق الله كلام يحرق دمهم ويضايقهم. عمرك ما هتشوف الخير. ودعوتي ليكي امبارح تبقى من حدك ونصيبك. ردي في الموضوع ده يا جماعه خلاص كده للناس المحترمه. وراعوا ان انا بنتي 12 سنه بتقرا كل كومنت، بتقرا كل رساله بتيجي على الصفحه عندي، وانا ما بخافش من حاجه ولا بنتي بتخاف من حاجه ولا على راسنا بطحه تمنع ان انا اظهر بنتي معايا. لا 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 خالص. وعدم ظهور برديس الفتره اللي فاتت معايا لان برديس بتدرس في اسماعيليه اصلا. مرحله الابتدائيه انا برديس خلصت 6 ابتدائي راح اولى اعدادي. فالفتره دي كلها مرحله التاسيس كانت بتدرس في اسماعيليه مع اختي، قاعده مع اختي اللي هي امها الثانيه. ليه؟ لاني انا برديس مش هعرف بقى احفظ قران اللي هو هي واخوها كان لود عليا. فاختي ساعدتني في ان معاها ميسون اختها من سن برديس، فكانت بتدرس مرحله الابتدائيه هناك في اسماعيليه. اسست لي بنتي، ربنا يبارك لي في اختي دي امها الثانيه. بس برديس من امبارح من اسبوع خلاص مرحله الاعدادي والثانوي وكل حياتها هتبقى معايا باذن الله. كانت بتروح ايام الدراسه في اسماعيليه والاجازات بتبقى موجوده معايا، حتى تلاقوها كانت بتظهر معايا في الاجازه. خدتي من وقتي كتير وخدتي من وقت بنتي كتير. كلامك ده لا هيأثر في بنتي ولا هيأثر فيا، بل بالعكس. بل بالعكس. انا توضيح الموضوع ده لمتابعيني عشان بعد كده يا جماعه كل واحد يخلي باله من الكومنت اللي بيكتبه. على فكره انا فرحانه عشان هي ما شافتش نفسها الاول عشان هي تشوفني. هي كلها عيوب اساس. هي تلاقيها مكروهه من اهلها كلهم، فبتطلع ده فيك انت يا حبيبه قلبي. مش عارفه ده يزعلك؟ ده انت مميزه يا اختي. هاتي ايد زي الايد القمر دي، هاتي ايد زي الايد القمر دي. ده برديس مميزه، ربنا خلقها مميزه. بصي هاتي كده بجمالها. الله اكبر الله اكبر بعينيكي. الله اكبر. عينيكي دي انا اخاف من على بنتي من عينيكي. شايفه البت قمر ومفيش في جمالها فبتتكلمي. يا جماعه المصريين مش كده، عمر المصريين ما كانوا كده. الفئه دي لسه داخله علينا. الف سلام عليكي يا قلبي. حسدتك حسدتك. مش عارفه العين متغاظه مني. والله حسدتك. طب انت بقى بتقولي لي بيعي ذهبك؟ لا ده انا ده انت ما شفتي. اما لو طلعت لك ذهب برديس بقى هتعملي ايه؟ انا مش عايزه اتكلم. كفايه قوي اللي انت خدتيه وكفايه اللي انا اديتهولك النهارده، وكفايه الناس المحترمه اللي عندي هيديهولك النهارده. يبقى من حدك ونصيبك. اما بنتي انا هطلعها كل يوم بالعند فيكي.